تسليم محض للإمام الحجة. تعلمون التسليم المحض ايش قد صعب؟ أنقل لكم هذه القضية مذكورة في بعض الكتب. رجل شايب عاشق أو محب للإمام المهدي صلوات الله عليه، يتضرع في كل ليلة، يبكي، يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يتشرف بلقاء الإمام المهدي. في ليلة من الليالي في حالة السجود يبكي يتضرع، وإذا برجل يحضر عنده ويقول له ارفع رأسك، فيرفع رأسه وإذا به يرى أن الحجرة امتلأت نورا ورجل أمامه. هذا الرجال الشايب يقول لذلك الرجل من أنت؟ أنتوا فكروا إحنا مكان هذا الرجال الشايب، من أنت؟ يقول أنا الذي كنت تدعوه. هاي القضية في الكتب مذكورة، أنا الذي كنت تدعوه. يقول له أنت المهدي؟ يقول نعم. ما تريد؟ أنت اللي تقسم على الله سبحانه وتعالى بالأقسام المغلظة أن ترى الإمام المهدي، شنو تريد؟ يقول الرجل الشايب أنه أتمنى أن أكون من أنصارك وأن أجاهد بين يديك وأن أقتل في ركابك وأن أدخل الجنة على أثر ذلك بدون حساب. هاي أمنيتي. فقال له الإمام صلوات الله عليه أصحابي صفوا ما عليهم، أنت صفيت ما عليك، يعني الطهر، طهر كامل. قال نعم أنا صفيت ما عليه، ولكن إذا أكو شيء علي أنا حاضر، أي شيء تأمرني. طبعا كل واحد له امتحان معين، مو شرط أن يكون الامتحان له شكل معين. الله يمتحن في النقطة الحيوية، ولا مو امتحان. الإمام صلوات الله عليه قال له أولا هذا البيت اللي أنت قاعد فيه هذا بيت مغصوب، هذا بيت أيتام، خال الأيتام غصب هذا البيت منهم وباعك هذا البيت بلا حق، فيجب عليك أن ترد هذا البيت إلى الأيتام وتأخذ الثمن من الخال. الآن هاي المشكلة موجودة في بعض البلاد، مشكلة وولدت أي مشكلات اجتماعية. هذا الرجل المتدين المؤمن مشتري بيت ما يعرف، وإذا به الآن بعد التحول يتبين هذا البيت مغصوب. وين يروح؟ يروح بالشارع، يروح بالعقد. كثيرون فشلوا في هذا الامتحان. هذا الامتحان وين يروح؟ الآن إحنا إذا بيتنا تبين بيت مغصوب وين نروح؟ شوفوا درجة إيمان هذا الرجل. قال حاضر، حاضر، أطلع من هذا البيت وأرد البيت فورا. يبدو رجل مشتغل على نفسه، وإلا ما يمكن هالشكل. حاضر، أنا أرد هذا البيت على الأيتام.
يقول ما أعرف، يعرف أو ما يعرف هذا حكم وضعي، هذا البيت لم ينتقل إليك، بل لك حق أن تأخذ الثمن من البايع. القضية الثانية، هاي القضية هواي مشكلة، رجال شايب، زوجتك هاي أختك من الرضاعة، أمك كانت قد أرضعت هذه المرأة رضعات كاملة، هاي أختك، فيجب عليك أن تنفصل عنها فورا. شايب لابد عنده أولاد، عنده بنات، عنده أصهار، وإذا بأعصاب هذا الرجل بعد لهنا كان يتمكن، بعد أكثر من هذا ما يتمكن، وإذا بأعصابه تنهار. يبدو تصور شنو يصير بعد ذلك، شنو يقول للناس، منو يقبل منه. وإذا به يخرج إلى ساحة البيت، اختصر بقية القصة، ويأخذ يصرخ ويصيح. الجيران اجتمعوا، شنو القضية؟ قال هنالك رجل في الغرفة، راحوا إلى الغرفة شافوا أي واحد ماكو. أكو قضايا أخرى أيضا. الآن هذا فشل في امتحان الزوجة، واحد آخر فشل في امتحان الحورية، واحد آخر فشل في امتحان القتل. تسليم